هكلمكم النهاردة عن قصة انتشرت على الفيسبوك، كلنا سمعنا عنها. قصة مقتل شخص على إيد عديله في مدخل العمارة في منطقة السيوف في اسكندرية. قصة النهاردة هتوضح لك إن فعلا المثل اللي بيقول اتقي شر من أحسنت إليه ده مثل حقيقي، وهتبين لك ازاي ان الحقد والغل لما يتربوا جوه قلب انسان ازاي بيتحول لأبشع صورة ممكن تشوفها في القصة بتاعت النهاردة. بطل حلقتنا المجني عليه اسمه محمود أشرف. حياته الشخصية مليانة مآسي، ورغم مآسيه الكتير اللي ملت حياته ما رحموش المجرم اللي قتله عديله محمد. محمود أشرف شاب عنده 35 سنة، اتجوز وربنا ما أردش إنه يرزقه بأطفال لمدة 7 سنين. محمود وزوجته رضيوا بقضاء ربنا وقالوا اللي ربنا عايزه هيكون، وبعد طول انتظار وجري على الدكاترة ربنا رزقهم ببنوتة حلوة اسمها غزل، كانت بتمثل كل فرحة وبهجة لأبوها محمود. محمود عانى في مرضه، جاله كانسر